مرحبا، كيفكن؟ اليوم رح فرجيكم طريقة تحضير معمول العيد. شوفوا ما شاء الله الرسمة مثل ما هي وقد ايه قرص المعمول هش. تعالوا لكم أهم أسرار المعمول. بالبداية أنا عندي 7 كاسات طحين، نضيف لهم نص كيلو سمنة بقر، ما بستخدم سمنة الغنم لأنها سريعة الذوبان وبتعذب بالشغل كتير، ولا الزبدة لأنها بتطالع وقاسي. بنشبع الطحين بالسمنة بهالشكل حتى يصير قوامه طري وكريمي. شوفوا هذا القوام اللي بدي اياه، وبعدها بريحهم بالبراد نص ساعة. هلأ بدنا نجهز السوائل اللي بدنا نبلع فيها العجينة. نحتاج كاس سكر وكاس مي متلج، بنخلطهم منيح حتى يدوب السكر على الآخر. منضيفهم فوق العجينة ومنضيف فوقهم 5 ملاعق من القطر الثقيل. القطر مهم جدا حتى يعطي المعمول اللون اللي بدنا اياه. منبلع السوائل العجينة بهالشكل عن طريق التقليب، وما منعجن ابدا، ومجرد ما تشرب العجينة السوائل نتركها ومنريحها بالبراد من ربع لنص ساعة قبل ما نشتغل فيها. من ما ترتاح العجينة رح جهز العجوة. عندي هون تمر وجهزته وعجنته من قبل، بضيف عليه معلقة سمن بلدي وبعجنه مرة تانية وبكوره حتى يكون جاهز للشغل بالمعمول. نبدأ بتشكيل المعمول. أنا هون أخذت جزء من العجينة لأشتغل فيه ورجعت الباقي على البراد. بقطع العجينة لقطع متساوية بنفس حجم العجوة. ضروري يكونوا نفس الحجم وتكون العجينة رقيقة حتى ما تروح الرسمة. ومنشكله بالقالب اللي بدنا اياه. وهون بعد ما خلصت الصينية رح دخلها الفرن اللي محميته مسبقا على درجة حرارة 250 من فوق ومن تحت، وبراقبهم حتى يحمروا وياخدوا اللون اللي بدي اياه. وهيك صار أطيب معمول جاهز، وصحتين وهنا.